السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنحل بعض الأسئلة على مادة الإعداد البدني، وتحديدا الجزء الخاص بطرق التدريب الرياضي. وطبعا يعني نظرا لضيق الوقت فمش هنقدر إننا نعمل أسئلة على جميع الأجزاء المكررة. فهنكتفي بالجزء الخاص بطرق التدريب الرياضي بالنسبة لمادة الإعداد البدني. بكرة إن شاء الله بعد انتهاء مادة الإعداد البدني وبعد انتهاء الامتحان هننزل على طول الأسئلة الخاصة بمقرر التدريب الرياضي، وهيكون بنفس الأسلوب اللي هنعرض به النهاردة. والأسئلة دي هتكون بتشمل جميع الأجزاء الخاصة بمادة التدريب الرياضي من أول الفصل الأول لحد الفصل الخامس. أسئلة على كل جزئية ومفصلة. نتمنى ان كل الناس تستفيد وكل الناس تكون موفقة ان شاء الله. ويلا بينا نشوف الأسئلة. عندنا السؤال الأول بيقول: تتميز هذه الطريقة من التدريب بوجود فترات راحة بين كل تمرين وآخر. التدريب الفتري ولا التدريب المستمر ولا التدريب التكراري ولا تدريبات البلومتريك؟ التدريبات اللي بيكون فيها فترات راحة ما بين التمرين والتاني طبعا هتكون تدريبات أو التدريب الفتري. السؤال اللي بعده بيقول لك طريقة تدريب الحمل المستمر تتميز بوجود فترات راحة بين كل تمرين وآخر. طبعا هتكون الإجابة خاطئة. هيكون فين بقى وفين، عايزين نعرف فين الخطأ. الخطأ هيكون في طريقة الحمل المستمر، هي طريقة التدريب الفتري اللي بيكون بتتميز بوجود فترات راحة بين التمرين والتاني، طريقة التدريب الفتري وليس الحمل المستمر. السؤال اللي بعده بيقول لك: يتميز التدريب الفتري منخفض الشدة بزيادة حجم الحمل وقلة شدته. طبعا احنا عارفين ان الحمل التدريبي كل ما بيزيد كل ما بتقل الشدة، وكل ما بتزيد الشدة كل ما بيقل الحمل التدريب الحجم التدريب. تمام. فطبعا الإجابة هنا هتكون إجابة صحيحة. تدريب الفتري منخفض الشدة بيتميز بحجم الحمل، بزيادة حجم الحمل وقلة شدته. السؤال اللي بعده بيقول لك: يتميز التدريب الفتري مرتفع الشدة بزيادة شدة الحمل وقلة حجمه. طبعا هتكون الإجابة صحيحة. السؤال اللي بعد كده بيقول لك: تتميز التمرينات المستخدمة في هذه الطريقة بالشدة المتوسطة. التدريب الفتري منخفض الشدة ولا التدريب المستمر ولا التدريب التكراري ولا تدريبات البلومتريك؟ تمرينات مستخدمة في هذه الطريقة بشدة متوسطة. طبعا هتكون الإجابة تدريبات التدريب الفتري منخفض الشدة. السؤال اللي بعده بيقول لك: عند استخدام طريقة التدريب الفتري منخفض الشدة قد تصل الشدة في الجري من 50 إلى 60% من أقصى ما يستطيع الفرد تحمله. خدوا بالكم من الأسئلة دي يا جماعة، مهمة جدا جدا، خاصة الأسئلة اللي هي بتتكلم عن الأحمال التدريبية. دي أسئلة يعني موضع امتحان، فنركز دايما مع الأسئلة اللي هي زي دي. طبعا الإجابة هنا هتكون إجابة خاطئة. لو هستخدم التدريب الفتري منخفض الشدة بالنسبة لتدريبات الجري فمش هيكون من 50 ل60%. طب هيكون من ايه؟ هيكون من 60 إلى 80%، من 60 ل80%. السؤال اللي بعده بيقولك: عند استخدام طريقة التدريب الفتري منخفض الشدة في تدريبات التقوية قد تصل الشدة إلى 50 إلى 60%، من 50 ل60% من أقصى مستوى للفرد. من 50 ل60% طبعا هتكون الإجابة صحيحة. ده لما أكون بشتغل على تدريبات التقوية أو تدريبات اللي فيها يعني أثقال أو فيها تقوية، بتكون من 50 ل60% من أقصى مستوى للاعب أو أقصى مستوى للفرد. السؤال اللي بعده بيقول لك: الشدة المتوسطة للتمرينات في هذه الطريقة تسمح بزيادة حجم التمرينات المستخدمة.
التدريب الفتري منخفض الشدة ولا التدريب المستمر ولا التدريب التكراري ولا تدريبات البلومتريك؟ طبعا الإجابة هتكون التدريب الفتري منخفض الشدة، لأنه بيتميز بالشدة المتوسطة وبيسمح بزيادة حجم التمرينات المستخدمة. لأننا زي ما قلنا إن لما بتقل الشدة بيزيد الحجم، ولما بيزيد الحجم بتقل الشدة. فأنا من خلال السؤال ممكن أعرف الإجابة أو أستنتج الإجابة من السؤال نفسه. السؤال اللي بعده بيقول لك عند استخدام طريقة التدريب البلومتريك يمكن استخدام تكرار كل تمرين كتمرينات الجري أو تمرينات التقوية باستخدام الأثقال الإضافية أو بدونها ما بين 20 إلى 30 مرة. طبعا الإجابة هتكون إجابة خاطئة. استخدام تكرار كل تمرين، طبعا التدريب الفتري منخفض الشدة، مش التدريب البلومتريك. هتكون الإجابة الصحيحة التدريب الفتري منخفض الشدة اللي بيكون فيه تمرينات الجري أو تمرينات التقوية باستخدام الإثقال بتكون ما بين من 20 إلى 30 مرة. السؤال اللي بعده بيقول لك في طريقة التدريب الفتري مرتفع الشدة يمكن تكرار كل تمرين 10 مرات ل3 مجموعات، حيث تتراوح فترة التمرين الواحد ما بين حوالي 14 إلى 90 ثانية بالنسبة للجري، وما بين 15 إلى 30 ثانية بالنسبة لتمرينات التقوية. طبعا الإجابة هتكون إجابة خاطئة. هو هنا بيقول لك في طريقة التدريب الفتري مرتفع الشدة، هي هتكون التدريب الفتري منخفض الشدة وليس مرتفع الشدة. طبعا باقي السؤال صحيح، ولكن هتختلف في طريقة التدريب مرتفع الشدة هتكون الإجابة الصحيحة منخفض الشدة. السؤال اللي بعده بيقول لك عند استخدام هذه الطريقة تكون فترات الراحة غير كاملة وتتيح للقلب العودة إلى جزء من حالته الطبيعية قبل بداية التمرين. التدريب الفتري منخفض الشدة ولا التدريب المستمر ولا التدريب الفتري مرتفع الشدة ولا تدريبات البلومتريك؟ ها. عند استخدام هذه الطريقة بيديك فترة راحة غير كاملة بتسمح للنبض بتاع القلب انه يرجع لحالته الطبيعية قبل بداية التمرين. طبعا الإجابة هتكون التدريب الفتري منخفض الشدة. السؤال اللي بعده بيقول لك عند استخدام طريقة التدريب الفتري منخفض الشدة تتراوح فترات الراحة ما بين 45 إلى 90 ثانية بالنسبة للاعبي المستويات العالية، أي تصل نبضات القلب ما بين 120 إلى 130 نبضة في الدقيقة. طبعا هتكون إجابة صحيحة. السؤال اللي بعده بيقول لك بالنسبة للاعبين الناشئين فتتراوح فترات الراحة عند استخدام طريقة التدريب الفتري مرتفع الشدة ما بين 60 إلى 120 ثانية، أي تصل نبضات القلب ما بين 100 إلى 120 نبضة. طبعا هتكون الإجابة خاطئة. التدريب الفتري مرتفع الشدة خطأ، التدريب الفتري منخفض الشدة وليس مرتفع الشدة، وناخد بالنا من الحتة دي مهمة جدا لأنها ممكن تلخبطنا في الامتحان. السؤال اللي بعده بيقول لك يفضل استخدام مبدأ الراحة الإيجابية في غضون فترات الراحة البينية عند استخدام طريقة التدريب الفتري منخفض الشدة. طبعا هتكون الإجابة صحيحة. مبدأ الراحة الإيجابية بنستخدمه في فترات الراحة البينية لما باجي استخدم طريقة التدريب الفتري منخفض الشدة، الراحة الإيجابية. السؤال اللي بعده بيقول لك عند استخدام طريقة التدريب منخفض الشدة يكون زمن دوام التدريب بالنسبة لتدريب القوة العضلية عند استخدام نظام المجموعات
فيكون التكرار في كل تمرين في حدود 20 مرة. لما باجي أستخدم طريقة التدريب منخفض الشدة، زمن دوام التدريب بالنسبة لتدريبات القوة العضلية، لو أنا هنمي القوة العضلية باستخدام طريقة التدريب الفتري منخفض الشدة، تمام، هتكون التكرارات في حدود 20 مرة. طبعا إجابة صحيحة. بيقول لك يساهم في تحسين كفاءة إنتاج الطاقة وفي التكيف النفسي للاعب لبعض ظروف ومتغيرات المنافسة. التدريب الفتري منخفض الشدة، ولا التدريب المستمر، ولا التدريب الفتري مرتفع الشدة، ولا تدريبات البلومتريك؟ طبعا هتكون الإجابة التدريب الفتري منخفض الشدة. السؤال اللي بعده بيقول لك تهدف طريقة التدريب الفتري المرتفع الشدة إلى تنمية التحمل العام. طبعا هتكون الإجابة صحيحة. التدريب الفتري مرتفع الشدة بيهدف إلى تنمية التحمل العام. السؤال اللي بعده بيقول لك تهدف طريقة التدريب الفتري المرتفع الشدة إلى تنمية القوة القصوى إلى درجة معينة. طبعا إجابة صحيحة. السؤال اللي بعده بيقول لك تتميز التمرينات المستخدمة في هذه الطريقة بالشدة المرتفعة، حيث تصل الشدة في تمرينات الجري ما بين 80 إلى 90% من أقصى مستوى للاعب. التدريب الفتري منخفض الشدة، ولا التدريب المستمر، ولا التدريب الفتري مرتفع الشدة، ولا تدريبات البلومتريك؟ التمرينات اللي بتصل فيها الشدة ما بين 80% ل90% من أقصى المستوى اللاعب، طبعا هتكون التدريب الفتري مرتفع الشدة. السؤال اللي بعده بيقول لك عند استخدام طريقة التدريب الفتري منخفض الشدة يمكن أن تبلغ الشدة في تمرينات التقوية باستخدام الأثقال الإضافية إلى 75% من أقصى مستوى للاعب. طبعا إجابة خاطئة. دي طريقة تدريب مرتفع الشدة وليس منخفض الشدة. بيقول لك تكرار تمرينات الجري يكون 10 مرات تقريبا، وتكرار تمرينات القوة باستخدام الأثقال يتراوح ما بين 8 إلى 10 مرات لكل مجموعة عند استخدام طريقة التدريب التكراري. طبعا يقول لك طريقة التدريب التكراري، طبعا هتكون الإجابة خاطئة. طريقة التدريب مرتفع الشدة وليس التدريب التكراري، لأن تمرينات الجري بتكون تراوح ما بين 10 مرات، وتكرارات وتكرار تمرينات القوة باستخدام الأثقال بيكون من 8 ل10 مرات لكل مجموعة، ده باستخدام طريقة التدريب الفتري مرتفع الشدة. السؤال اللي بعده بيقول لك يفضل استخدام مبدأ الراحة الإيجابية في غضون فترات الراحة البينية عند استخدام طريقة التدريب الفتري مرتفع الشدة. يفضل استخدام مبدأ الراحة الإيجابية لما أجي أستخدم طريقة التدريب الفتري مرتفع الشدة. طبعا إجابة صحيحة. وهنا بنستخدم الراحة الإيجابية في التدريب الفتري عموما، سواء مرتفع الشدة أو منخفض الشدة. السؤال اللي بعده بيقول لك تزداد فترات الراحة البينية كنتيجة لزيادة شدة التمرينات، ولكنها أيضا تصبح فترات غير كاملة عند استخدام طريقة التدريب مرتفع الشدة. طبعا هتكون إجابة صحيحة. السؤال اللي بعده بيقول لك يسهم التدريب الفتري منخفض الشدة في كفاءة إنتاج الطاقة للنظام الهوائي. النظام اللاهوائي. يسهم التدريب الفتري منخفض الشدة في كفاءة إنتاج الطاقة للنظام اللاهوائي. طبعا هتكون الإجابة إجابة خاطئة، لأن التدريب الفتري منخفض الشدة مش بيشتغل على تحسين نظام الطاقة اللاهوائي. الفتري مرتفع الشدة هو اللي بيحسن من كفاءة إنتاج الطاقة اللاهوائي.
السؤال اللي بعده بيقول لك يسهم التدريب الفتري مرتفع الشدة من الناحية النفسية في زيادة سعة التكيف النفسي للاعب والمتغيرات المتعددة بالمنافسة. طبعا هتكون إجابة صحيحة. التدريب الفتري مرتفع الشدة بيحط اللاعب في ظروف المنافسة وبيهيئه للمتغيرات المتعددة للمنافسة، فهتكون طبعا إجابة صحيحة. السؤال اللي بعده بيقول لك تهدف هذه الطريقة في الأساس إلى تطوير القوة العظمى والسرعة القصوى والقوة المميزة بالسرعة، بالإضافة إلى استخدامها في تطوير الأداء الفني للرياضي. التدريب الفتري منخفض الشدة ولا التدريب المستمر ولا التدريب التكراري ولا تدريبات البلومتريك؟ طريقة تدريب بتهدف لتطوير القوة العظمى والسرعة القصوى والقوة المميزة بالسرعة، بالإضافة إن هي بتستخدم في تطوير الأداء الفني للرياضي. طبعا هتكون التدريب التكراري، طريقة التدريب التكراري. بيقول لك تصل شدة المثير بالنسبة لتمرينات السرعة والتحمل الخاص من 90 إلى 100% من الشدة القصوى. الشدة بالنسبة لتدريبات السرعة والتحمل الخاص بتوصل من 90% ل100% من الشدة القصوى، من أقصى ما يتحمله اللاعب. دي طريقة تدريب ايه؟ فتري منخفض الشدة ولا مستمر ولا تكراري ولا بلومتريك؟ طبعا هتكون تدريب التكراري لأنه بيستخدم شدة عالية. السؤال اللي بعده بيقول لك بالنسبة لتمرينات القوة فتتراوح الشدة لكل تمرين من 80 إلى 90% من الشدة القصوى، ويمكن الوصول إلى 100% عند استخدام طريقة التدريب الفتري مرتفع الشدة. طبعا هتكون الإجابة إجابة خاطئة. هو هنا بيقول لك طريقة التدريب الفتري مرتفع الشدة، هتكون إجابة خاطئة. التدريب التكراري، الإجابة الصحيحة هي التدريب التكراري. السؤال اللي بعده بيقول لك تتميز طريقة التدريب هذه بوصول الشدة إلى القصوى والذي يترتب عليه تقليل التكرارات، والتي تتراوح ما بين 3 إلى 6 تكرارات لكل تمرين. التدريب الفتري منخفض الشدة ولا التدريب المستمر ولا التدريب التكراري ولا تدريبات البلومتريك؟ طبعا هتكون الإجابة تدريبات أو التدريب التكراري. طالما بيقول لك إن أنا هوصل للشدة القصوى، احنا فاكرين إن أنا أوصل للشدة القصوى يبقى هيقل الحجم، يبقى تتراوح تكرارات ما بين من 3 ل6 تكرارات بس، فده بيندرج تحت طريقة التدريب التكراري. السؤال اللي بعده بيقول لك عند استخدام طريقة التدريب التكراري يراعى أن تكون فترات الراحة بين تمرينات السرعة في حدود 15 إلى 45 دقيقة، وتمرينات القوة العضلية ما بين 3 إلى 5 دقايق. طبعا هتكون إجابة صحيحة. السؤال اللي بعده بيقول لك عند استخدام طريقة التدريب التكراري يراعى أن تؤدى خلال فترات الراحة تمرينات تهدئة وإطالة. طبعا إجابة صحيحة. لأن أنا فترات الراحة لازم أعمل تمرينات تهدئة وإطالة، لأن التدريب التكراري بيكون دايما مرتفع الشدة، فبتحتاج لتمرينات التهدئة والإطالة في فترات الراحة. السؤال اللي بعده بيقول لك يكون زمن دوام التدريب عند استخدام طريقة التدريب الفتري بالشدة القصوى لتمرينات السرعة ما بين 2 إلى 3 ثانية وحتى 3 دقائق للمسافات المتوسطة. زمن دوام التدريب في طريقة التدريب الفتري لو استخدم الشدة القصوى بيكون من 2 ل 3 ثانية وحتى 3 دقايق بالنسبة للمسافات المتوسطة. طبعا إجابة صحيحة.
السؤال اللي بعده بيقول لك التدريب التكراري لا يسهم في رفع كفاءة إنتاج الطاقة اللاهوائي كما تؤثر في الجهاز العصبي نظرا لأن الأداء يكون بأقصى شدة. طبعا هتكون الإجابة خاطئة. السؤال اللي بعده بيقول لك يعتبر أحد أساليب علم التدريب الرياضي فهو نظام تشكيلي للتدريب له صفاته وخصائصه. التدريب الفتري ولا التدريب الدائري ولا التكراري ولا البلومتري؟ أحد أساليب علم التدريب ليه نظام تشكيلي للتدريب ليه صفاته وخصائصه. طبعا هيكون التدريب الدائري. التدريب الدائري، وده تعريف التدريب الدائري. ناخد بالنا من التعريفات. تعريفات مهمة جدا، وموضع امتحان التعريفات، سواء تعريفات العناصر البدنية للياقة البدنية، أو تعريفات بتاعة طرق التدريب. السؤال اللي بعده بيقول لك يتكون من عدة تمرينات تؤدى واحدا بعد الآخر مع فترات راحة بينية، كما يمكن أداء عدة دورات تدريبية، ويمكن للمدربين تعديل زمن كل محطة أو الشدة المستخدمة. هتبقى التدريب الفتري ولا التدريب الدائري ولا التدريب التكراري ولا البلومتري؟ طبعا اللي هتكون التدريب الدائري. الإجابة هي التدريب الدائري. السؤال اللي بعده بيقول لك يهدف التدريب الفتري إلى متابعة المستوى من خلال بطاقة تسجيل المستوى وبما يسمح بتقويم الفرد الرياضي لنفسه. تهدف طريقة التدريب الفتري إلى متابعة المستوى. طبعا هتكون الإجابة خاطئة. ده التدريب الدائري وليس التدريب الفتري. السؤال اللي بعده بيقول لك يهدف التدريب الدائري إلى تحسين القيم التربوية، روح الفريق والعمل الجماعي والثقة بالنفس. التدريب الدائري طبعا إجابة صحيحة. السؤال اللي بعده بيقول لك من مبادئ التدريب بالأثقال مبدأ استعادة الشفاء ولا مبدأ الحد الأقصى للمقاومة ولا مبدأ ضبط سرعة الحركة ولا كل ما سبق؟ طبعا هتكون الإجابة كل ما سبق. السؤال اللي بعد كده التدريب بالأثقال لا يراعي سهولة التحكم في المقاومات. طبعا هتكون الإجابة خاطئة. التدريب بالأثقال بيراعي سهولة التحكم في المقاومة. السؤال اللي بعده بيقول لك تستخدم تدريبات نقط في تحسين العلاقة بين القوة القصوى والقدرة العضلية. التحمل ولا القوة ولا الدائري ولا البلومتريك؟ تدريبات تستخدم في تحسين العلاقة بين القوة القصوى والقدرة العضلية. طبعا هتكون تدريبات البلومتريك. السؤال اللي بعده بيقول لك نوع من التمرينات يتميز بالانقباضات العضلية ذات الدرجة العالية من القدرة العضلية المتغيرة نتيجة لإطالة سريعة للعضلات العاملة. طبعا هتكون الإجابة بيقول لك التدريب الفتري منخفض الشدة ولا المستمر ولا التكراري ولا البلومتريك؟ طبعا هيكون التدريب البلومتريك. السؤال اللي بعده بيقول لك تؤدى تدريبات البلومتريك بطريقة تؤدي إلى إطالتها أولا ثم يلي ذلك انقباض مركزي سريع. طبعا هتكون إجابة صحيحة. التدريب البلومتريك بيحتاج أو بيؤدى بطريقة بتؤدي إلى إطالة العضلات أولا ثم انقباض مركزي سريع، لأن هي بتعتمد أصلا على الأداء الانفجاري أو الأداء السريع. السؤال اللي بعده بيقول لك تدريبات نقط هي أداء التمرينات أثناء تعرض أنسجة وخلايا الجسم إلى نقص الأكسجين من خلال كتم النفس أو التحكم في التنفس.
القوة ولا السرعة ولا البلومتريك ولا الهيبوكسيك. طبعا هي تدريبات الهيبوكسيك. السؤال اللي بعده بيقول لك فقر الدم يحدث في حالة عدم قدرة الهيموجلوبين على حمل الأكسجين. طبعا إجابة صحيحة. ده بيحصل في طريقة تدريب الهيوبوكسيك. فقر الدم في حالة عدم قدرة الهيموجلوبين على حمل الأكسجين، صح. السؤال اللي بعده بيقول لك يحدث نتيجة الهيوبوكسيا الشريانية قلة الأكسجين في هواء الشهيق المرتبط بالصعود للمرتفعات. طبعا إجابة صحيحة. من التأثيرات الإيجابية لتدريبات الهيوبوكسيك زيادة نسبة الهيموجلوبين في الدم. إجابة صحيحة. السؤال اللي بعده بيقول لك يستخدم للتغلب على نقص السرعة الناتجة من التدريب التقليدي بالأثقال. بيستخدم للتغلب على نقص السرعة الناتجة من التدريب التقليدي بالأثقال. الباليستي ولا السرعة ولا البلومتريك ولا الهيوبوكسيك. طبعا هي التدريب الباليستي. السؤال اللي بعده بيقول لك تعرف على أنها الحركة التي تؤدى بواسطة العضلات ولكنها تستمر بواسطة كمية التحرك أو العجلة للأطراف. طبعا هي طريقة التدريب الباليستي. السؤال اللي بعده بيقول لك الحركة الباليستية لها 5 مراحل رئيسية. التدريب الباليستي ليه 5 مراحل رئيسية. طبعا هتكون الإجابة إجابة خاطئة، لأن التدريب الباليستي ليه 3 مراحل فقط وليس 5 مراحل. السؤال اللي بعده بيقول لك يقصد به استخدام رياضة أو نشاط تدريبي مختلف غير النشاط أو الرياضة الرئيسية للاعب. التدريب الفتري ولا التدريب البلومتري ولا التدريب التكراري ولا التدريب العرضي. نشاط رياضي مختلف عن النشاط اللي انا متعود عليه، النشاط اللي انا او بعيد عن النشاط اللي انا بمارسه. طبعا هتكون طريقة التدريب العرضي. السؤال اللي بعده يقول لك تظهر أهمية التدريب العرضي في التقليل من خطر الإصابة. طبعا التدريب العرضي بيساعد في التقليل من خطر الإصابة. إجابة صحيحة. السؤال اللي بعده بيقول لك في التدريب نقط يستطيع أن يجعل التمارين أكثر انتظاما مما يساعد على التخلص من السعرات الحرارية الزائدة وبالتالي فقدان الوزن وبالتبعية تحسين مستوى الإنجاز. أنهي طريقة تدريب اللي بتعمل كده؟ الفتري ولا التدريب بالأثقال ولا التكراري ولا العرضي؟ طبعا هتكون التدريب العرضي. السؤال اللي بعده بيقول لك في هذا الأسلوب التدريبي تتم محاولة الوصول إلى أقصى درجة من الفاعلية عن طريق تدريبات القوة بأساليب متباينة أو متضادة داخل الوحدة التدريبية. التدريب الفتري ولا الأثقال ولا المتباين ولا التدريب العرضي. طبعا هتكون التدريب المتباين. الإجابة التدريب المتباين. السؤال الأخير بيقول لك يطلق عليه البعض التدريب البلغاري أو أسلوب التدريب البلغاري. التدريب الفتري ولا التدريب بالأثقال ولا التدريب المتباين ولا التدريب العرضي. طبعا هتكون الإجابة التدريب المتباين. و وبكده يعني تكون دي مجموعة الأسئلة على الجزء بتاع طرق التدريب الرياضي. احنا الحقيقة يعني الأسئلة دي شاملة تقريبا على كل جزئية في الملف بتاع أهمية في بتاع طرق التدريب الرياضي. فنتمنى ان الناس تكون استفادت وان شاء الله بالتوفيق للجميع.
وإن شاء الله بكرة زي ما قلنا في الأول هننزل أسئلة لمادة التدريب الرياضي، وهتكون شاملة بقى على كل اللي احنا درسناه من أول السنة على مادة التدريب الرياضي. بالتوفيق للجميع إن شاء الله، وربنا يوفقنا دايما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.